الحقيقة اللي ما بغاوكش تعرفها. اسمعني مزيان، إلا وصلتي تقرا هاد السطورة راه انت ماشي بحال باقي الناس، راه قلبك كيشدك للحقيقة، الحقيقة اللي العالم كامل مخبيها، الحقيقة اللي كتقتل ولكن كتفيق. رواية أنتي كريستوس ماشي غير قصة، هي اعتراف، هي تحذير، هي مرآة كتوريك شنو كاين مور الستار. كل شي بدا من نهار قلت بغيت نعرف، من تما لقيت راسي داخل عالم ديال الظلام، ديال الأسرار، ديال الناس كيتحكموا في كل شي، وحنا كنضحكوا كنلعبوا كنصوتوا كنعيشوا، ولكن ما كنفهموا والو. أنتي كريستوس كيتكلم على شحال من حاجة، كيكشف ليك تاريخ ما عمرك قريتيه في شي كتاب مدرسي، تاريخ مكتوب بالدم ماشي بالحبر، تاريخ الماسونية، عباد الشيطان، تاريخ الأنبياء اللي واجهوا قوى كبرى، وحتى قصص خيالية كتبان ولكن فيها حقائق. الرواية كتوريك أن العالم فيه جوج وجوه، الوجه اللي كيبان والوجه اللي مخبي، اللي فيه لعبة التحكم والدمى اللي كتحركهم أيادي خفية. كاين شخصية محورية، واحد الإنسان اللي عاش تجارب فوق طاقة البشر، دخل العوالم السرية، حضر اجتماعات مخفية، وشاف طقوس ما كتدخلش العقل ولكنها وقعات. قالوا له ما تقلبش، ولكن هو قلب وبدا كيشوف الرموز في كل بلاصة، في الدولار، في الأفلام، في الشعارات، في الموضة، كل شي فيه رموز، فيه رسائل، واللي ولا عارف يقرأ غادي يفهم. كاين في الرواية حديث على إبليس، ماشي بالحكاية اللي كتعرف من الدين فقط، ولكن إبليس اللي دار معاهدات مع بشر، اللي علمهم السحر، اللي عطاهم القوة باش يتحكموا. هاد الناس ولاو كيصنعوا الفتن، كيخليو الشعوب تقاتل بعضها، وبيناتهم كيقسموا الغنيمة. أنتي كريستوس كيشكك في كل شيء، في التاريخ، في الدين، في الإعلام، في السياسة، في المجتمع، وماشي باش يخليك كافر ولا ضد، ولكن باش تصحى، باش تفيق، باش تعاود تسول علاش، شكون، كيفاش. غادي تقرأ على الحضارات القديمة، غادي تعرف شنو وقع بين قابيل وهابيل، ولكن ماشي بالطريقة اللي قريتيها في الدين، بل بحقائق مخبية كيقول لك فيها أن أول جريمة ما كانتش غير على الحسد، ولكن كانت بداية ديال مشروع الشيطاني الطويل. غادي تلقى حديث على النبي سليمان وعلى الختم ديالو، ولا الجن اللي خانوا، ولا الكتب السحرية اللي تفرقات، وغادي تعرف أن السحر ما ماتش، بالعكس راه رجع بشكل عصري، موسيقى، إعلام، أفلام، شبكات اجتماعية. الرواية كتحكي حتى على مستقبل خطير، فيه نظام عالمي جديد، فيه زعيم واحد، فيه مراقبة كاملة، فيه نزع الهوية، وفيه حاجة وحدة كتحكم في كل شيء: الخوف. صاحب الرواية كيدوي كأنه عارف القارئ، كيقول له أنا عارفك كتقرأ هاد السطور، وأنا كنت بحالك، ولكن منين دخلت ما بقيتش نقد نخرج. وكتحس وانت كتقرأ أن شي حاجة كتراقبك، شي برد في ظهرك، شي صوت داخلي كيقول وقف ما تكملش، ولكن الفضول أقوى. أنتي كريستوس ماشي قصة خيالية، هي تحذير بلغة خيالية، هي صدمة كتحطم لك المفاهيم، ولكنها كتخلي دماغك يفيق. وهذه هي الحقيقة. العالم ماشي عشوائي، كل شيء مخطط، والحرب ماشي على الأرض ولكن على العقول. إلا كنتي كتظن راسك فاشل، صغير، مغلوب، غادي تعرف من بعد أن هادشي كله مخطط
باش تبقى هكاك، باش ما تفكرش، باش ما توصلش، باش تفضل ناعس. ولكن دابا انت فقتي. أنتي كريستوس، الحقيقة المحرمة. أنا غادي نحكي لك واحد قصة ماشي بحال باقي القصص. قصة ملي كتسمعها كتولي تشوف الدنيا بعين جديدة. ولكن حذاري، هاد القصة فيها أسرار، وملي كتدخل ما كاينش طريق للرجوع. كل شي بدا من عند واحد شاب عادي في العين، لكن فضوله كان كبير بزاف. كيقلب، كيسول، كيقرا كتب قديمة، كيدغر المكتبات مظلمة، حتى لقى واحد الكتاب ما فيه لا عنوان لا مؤلف. كتاب غريب مكتوب بلغة قديمة، ولكن أول ما حط يدو عليه تبدلات حياته. في أول صفحة كان مكتوب: أنت الآن داخل العالم الآخر، عالم الحقيقة. وبدأ يقرأ، وكل فصل كيدخلوا لمرحلة أخطر. تعرف على قصة قابيل وهابيل، ولكن ماشي بالطريقة اللي قراها في الدين، بل عرف أن قابيل ما كانش غير قاتل، كان أول عبد للشيطان. وكانت الجريمة الأولى هي بداية العهد بين الإنسان والشر. بعدين مشى لزمن النبي سليمان، وعرف أنه كان عنده خاتم سحري كيحكم به الجن والشياطين، وأن داك الخاتم تزاد عليه بزاف من الأكاذيب باش يتمسوا الحقيقة، أن السحر كاين، وأن الشياطين كيخدموا مع بشر. هاد الناس ولاو كيصنعوا الفتن، كيخليو الشعوب تقاتل بعضها، وبيناتهم كيقسموا الغنيمة. تعرف على الحضارات القديمة، وعرف أنه كاين ناس كتعيش في ظل هاد الحضارات القديمة، عندهم علم خرافي، ولكن كيسخروا في التحكم في العالم. كنقول كل صفحة كنت كنقراها من داك الكتاب كانت كتفسر ليا شي حاجة كانت مخبى عليا من صغري. شكون كيحكم العالم؟ علاش الحروب كتنشب؟ فين كيتاخد القرار الحقيقي؟ الجواب ماشي في التلفازة، ماشي في الحكومات، ولكن في مجالس سرية ما كيعرفهم حتى شي واحد، إلا اللي بحالي ولا دابا بحالك. شاف الحرب العالمية الأولى والثانية من منظور مختلف. مشات لي الفكرة أن الحروب كاينة بسبب السياسة. عرف أن كل شي مخطط، وأن الدم اللي سال كان فداء لمشروع واحد، مشروع النظام العالمي الجديد. وتعرف على حاجة مرهبة: أنتي كريستوس، الضد للمسيح، الكائن اللي الشيطان كيحضروا باش يسير العالم. مشروع كبير فيه تهيئ العقول، وفيه بزاف ديال الرؤوس اللي خدامه معاه، ناس كيبانوا مشاهير، كيبانوا قادة، ولكنهم كيمثلوا. صاحب الرواية اللي كيدوي كأنه عارف القارئ، كيقول ليه: أنا عارفك كتقرا هاد السطور، وأنا كنت بحالك، ولكن منين دخلت ما بقيتش نقد نخرج. وكتحس وانت كتقرا أن شي حاجة كتراقبك، شي برد في ظهرك، شي صوت داخلي كيقول: وقف، ما تكملش. ولكن الفضول أقوى. أنتي كريستوس ماشي قصة خيالية، هي تحضير بلغة خيالية، هي الصدمة كتحطم لك المفاهيم، ولكنها كتخلي دماغك يفيق. وهذه هي الحقيقة. العالم ماشي عشوائي، كل شي مخطط، والحرب ماشي على الأرض ولكن على العقول. إلا كنتي كظن راسك فاشل، صغير، مغلوب، غادي تعرف من بعد أن هادشي كله مخطط باش تبقى هكاك، باش ما تفكرش، باش ما توصلش، باش تفضل ناعس. ولكن دابا انت فقتي.
The secrets of ages past shall be revealed to those who... وفي النهاية ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش توصلك باقي الحلقات. الجزء الثاني قريب وغادي نغوصو فيه في الأسرار اللي حتى الشياطين كتخاف منها. تابعني وخليك حذر، لأن اللعبة بدات وما بقاش الرجوع للور.